السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطبخ أم عبد الملك راح ندير معاكم مسكوتشو محشي بالكراميل والبنان، ويجي خفيف وبنين وطالع غير بحبتين تاع بيض. ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتفعيل الجرس. ونبداو بسم الله بالمقادير. لهنا بالنسبة للمقادير عندي حبتين تاع بيض، عندي كاس إلا ربع تاع السكر حبيبات، عندي كيس تاع خميرة الحلويات وكيس تاع فانيلا وقرصة ملح ونص كاس تاع الزيت وكاس تاع الحليب وملعقتين تاع الكاكاو المر، وعندي كاس ونصف تاع الفارينة طاحين الأبيض. وراح نزيد نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف إن شاء الله. هنا راح نكسر البيض تاعي وراح نعاود لكم تاني المقادير مع طريقة التحضير في نفس الوقت. لهنا البيض من الأحسن يكون على حساب حرارة المطبخ. راح ندير معاه قرصة تاع ملح، كيس تاع فانيلا سكر الفانيلا، كاس إلا ربع تاع السكر، راح نخلطهم ندربهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم ويتبدل اللون تاعهم بهذه الطريقة. راح ندير غير بالعقل نفرغ ديك الزيت، قلنا نصف كاس تاع الزيت نباتية، وراح نزيد نضيف الكاس تاعي تاع الحليب، قلنا نص كاس تاع الزيت مع كاس تاع حليب. راح نفرغه غير بالعقل، ما نفرغوش ضربة واحدة. ولا هنا بعد ما تخلطوا هاد المكونات مع بعض راح نحبس البيتخان تاعي وراح نجيب المكونات الجافة. راح ندير الفارينة، قلنا الطحين الابيض كاس ونصف تاع الطحين الابيض تقريبا، يعني كاس ونصف، والكاكاو المر ملعقتين كبار تاع الكاكاو المر، وكيس تاع خميرة الحلويات. راح ندير كامل هاد المكونات مع بعض ونغربلهم بهذه الطريقة. وراح نكمل نخلط غير بخلاط يدوي حتى يندمجوا المكونات مع بعض. ما ننسوش ثاني ديروا الفرن تاعكم يسخن قبل ما ديروا الكيكات، يعني لازم الفرن تاعكم يكون سخون قبل ما تحطوا الكيكه تاعكم في الفرن. ديروه على 150 درجه، شعلوا له غير من التحت وعسوها، يعني كي تدخلوا الموس يعني في الكيكه تاعكم وتخرجوه تصيبوه ناشف. ولا هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طابت خرجتها وراح نكمل نعمرها من الداخل كما راكم تشوفوا. نقسمها بهذه الطريقه بالموس كما راكم تشوفوا. راح نحي الطبقه الفوقانيه بلا ما نخسرهم، راح نرجعهم يعني فوق في الاخير راح نرجعهم الفوق، يعني حاولوا ما تكسروهمش. ولا راح نضغط بملعقه ظهر ملعقه بهذه الطريقه باش ندير الحشوه تاعي. وراح ندير الكراميل. درت الكراميل كراميل الزبده المالحه تجي بزاف بنينه، كنت ديجا شاركتها معاكم هذه الوصفه. وراح ندير البنان من الفوق قطعته دوائر، وراح نزيد ندير لا شونتيي. طلعت لا شونتيي كريمه الشونتيي طلعتها، راح نزيد نديرها من الفوق بهذه الطريقه ونعاود نغطي الكيكه تاعي بهذه الطريقه. راح نقلبها وهاي لكم النتيجه النهائيه.
الا هنا راح نزين. التزيين يبقى دايما اختياري. راح ندير هذيك الكريمه تاع الشونتيلي قعدت لي، راح نحطها من الفوق بهذه الطريقه. وراح ندير شويه كراميل من الفوق. كيما راكم تشوفوا معايا راح نكمل التزيين. كيما تقدروا ديروا تاني المكسرات من الفوق، يعني سهله بسيطه ما تاخذناش وقت كبير، تتحضر بالخف. ولا هنا خواتي راح نقسمها لكم تشوفوا كيفاش جات من الداخل. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اللي حضرتها لكم اليوم. ولا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب باش يوصلكم كامل جديد اللي نحطه في قناتي ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو مقبل ان شاء الله.